أزبل شخصية في السوشيال ميديا عامة. السلام عليكم. أنا إسلام والنهاردة هكلمكم عن الشيخ أحمد. هو طبعا في أوحش منه كتير، بس إنك تاخد الدين ستارة هي دي المشكلة. طبعا الشيخ أحمد قاعد متنكر في الجلابية البيضة واللحية بتاعته والمصاحف اللي وراه، لكن لو انتوا ما تعرفوش فخد نبذة عنه. انت يا شيخ انت كتبت انا الشيخ احمد بحب لارا، طب شو يعني يفهموا؟ انت كتبت هيك. الشيخ أحمد اللي شهره في الأول إن شاكر كان بيطلعه معاه، طبعا كلكم عارفين شاكر، كان بيطلعوا معاه مثلا ومعاه واحدة مش محجبة، وده يقول لها اتحجبي او انت متبرية او يسبها او كده. وطبعا الست ما بتسكتلوش وبتشتمه، فاللايف يتشهر، فسكرينات فيديو تنزل والموضوع ماشي كده. حرام اخد اختي اخرجها بالليل كده. هي اختك دي؟ اه. اخته حلوه. ايه بتقول ايه؟ يعني بنت جميله. اه حبيبي. ما يجيلكش صداع كده في اوقات معينه؟ لا طب لو بيجي لي يبقى في ايه؟ في قرنين طالعين لك. هو بصراحة في دي كان عنده حق، بس تعالوا نشوف التقيل. قايل لك من البدايه ما غشيتكش. الفيديو ده هاكل فيه خيارية، تمام، وهقفل. مش هقول اي حاجه مفيده. فلو انت عايز تكمل معايا اتفضل، لو انت مش عايز تكمل معايا اتفضل اقلب. انا كنت فاكره بياكل خيار عادي، بس هو طلع بيحب الخيار. مش بنفهم على بعض بسرعة، هو ده أكتر حاجة بس. لا انتوا ان شاء الله الحاجات دي بتيجي بالعشره، شويه شويه وتفهموا بعض وكل حاجه هتيجي بالنظرات يعني. بعد الطفل الاول. حلاوة حلاوة، ده بلدي ونقاوة نقاوة. هيا ناخذ ما تيسر من السيئات. يا ريتني مكانك. ليش يا عم؟ ما فيش حاجه والله. العب يا عم بيحبوك. والله ده ايدي حمرت. إيدك علمت. يخرب بيت مطن. فالشيخ طلع بسكليت. والله في حاجات كتير انا مرضتش اجيبها عشان فيها الفاظ وحشة، وانا بحترم عقلية المشاهد. فيعني مش اي حد لبس جلابية وربى دقنه يبقى شيخ. وعلى فكرة اجت فترة محدش كان رضي من البنات تطلع معاه، فجاب واحدة محجبة وقعد يشتم فيها برضه. اشتغل في انا المطبخ. شغلانتي الاعلام دي لايقه عليا وبتاعتي، انت اللي يا شغلانتي فندم المفروض خليكي في لايقة المطبخ عليك. يا فندم، ما دي مش شغلانتك والله، دي عايزه. فنصيحة الأشكال اللي زي دي حاولوا تتجنبوهم خالص، ما تتفرجوش عليهم، علشان طول ما انتوا بتتفرجوا عليهم هيزيدوا في الحاجات اللي هم بيعملوها دي. وهو لا شيخ ولا بتاع، هو حاطط الحاجات دي عشان يتدارى بيها، علشان يتشهر. لما الناس تشوف شيخ بيعمل كده هتتفرج، انما لو واحد عادي بيعمل كده التيك توك كله بيعمل كده. فأرجوكم يعني الناس دي ما تتفرجوش عليها. والتيك توك ده فيه لغز كبير بس محدش عارفه لحد دلوقتي. فلايك واشتراك وسلام.